في الفيديو اللي فات اتكلمت عن تأسيس النادي الأهلي وعن بعض المواقف اللي أخدها المؤسسين علشان يحافظوا على هوية النادي وعلى عدم تدخل الإنجليز في أي شيء يخص النادي، وشرحت قد إيه كان المؤسسين بيحسبوا كل خطوة بياخدوها علشان أي خطأ بسيط كان ممكن يوقف الحلم ده كله. النادي الأهلي ما كانش بالنسبة ليهم نادي رياضي الهدف منه إن هو يكسب بطولات أو حتى يمارس الرياضة، بالعكس وزي ما هشرح بعد كده إن إحنا تخلينا عن بطولات كتير لهدف أسمى وأكبر بكتير جدا. وطبعا زي ما شرحت برضو إن كان في شخصيات وطنية كان اسمها مرتبط باسم النادي الأهلي، ذكرت منهم كذا اسم في الفيديوهات اللي فاتت. من بداية تأسيس النادي الأهلي مرورا بالزمن، النادي الأهلي كان بياخد خطوات كتيرة جدا في محاولة تمصير الكرة المصرية. يعني إيه تمصير؟ يعني إن أنا أخلي سلطة الكرة المصرية تحت إيد المصريين بدلا من الاتحاد المختلط أو الإنجليز. وفي أحداث كتيرة جدا خلدها التاريخ للنادي الأهلي، واللي أرخوا الفترة دي اتكلموا كتير جدا عن مواقف النادي الأهلي وقد إيه كان مؤثر في الفترة دي. بس هل فعلا النادي الأهلي وصل في مرحلة ما إن هو يقدر يأثر على الكرة المصرية حتى وهو ما بيكسبش بطولات؟ يعني نادي لسه ما بدأش إن هو يكسب بطولات بس قادر إن هو يأثر في الكرة المصرية. وهل شعبية النادي الأهلي فعلا في الفترة دي كانت كبيرة ولا لأ؟ دي أسئلة كتيرة جدا طرحناها على نفسنا واحنا بنتكلم عن بداية تأسيس النادي الأهلي وعن مراحل التطور في شخصية النادي الأهلي وشخصية الكيان اللي احنا عارفينه. من لحظة افتتاح النادي مرورا بالزمن لحد أول بطولة كسبها النادي الأهلي، كان في مواقف كتيرة جدا النادي الأهلي بيحاول إن هو ياخدها بدافع دوره الوطني. وبعد ما اتكلمت في الفيديو اللي فات على نشأة النادي الأهلي وشخصيات جوه النادي الأهلي ومواقف بدأت في تكوين شخصية الكيان وأشخاص حافظوا على هوية النادي الأهلي كهوية مصرية وحافظوا بكل الطرق على إن النادي الأهلي يفضل نادي مصري تحت سيطرة المصريين، وإبعاد الأجانب بشكل كامل عن النادي الأهلي ومحاولة ترسيخ القيم والمبادئ اللي هيمشي عليها النادي لفترات طويلة. فبدأ النادي الأهلي من لحظة النشاط الفعلي ليه دور ما كانش دور رياضي بس، لا ده كان بيحاول يبعد الأجانب عن الساحة الرياضية بالكامل ومحاولة فرض سيطرة المصريين على النشاط الرياضي في فترة كان فيها الاحتلال مسيطر بشكل كامل حتى على الرياضة. علشان كده لما بنقول إن دور النادي الأهلي ما كانش دور رياضي بس، بالعكس ده كان كمان ليه دور ضد الاحتلال في الفترة دي، ما كناش بنبالغ. ببساطة كده عشان نفهم المصطلح ده لأنه هيتكرر معانا كتير في الفيديوهات اللي جاية، يعني إيه كلمة تمصير؟ تمصير يعني محاولة فرض سيطرة المصريين على القطاع أو نشاط ما جوه الدولة في فترة كان فيها الاحتلال مسيطر على كل القطاعات وكل الأنشطة في مصر، وكان في محاولات كتيرة جدا من المصريين المخلصين إن هم يرجعوا تاني سيطرة المصريين على القطاعات دي. الكلام ده ما كانش في النشاط السياسي بس ولا في الاقتصادي بس، حتى في نشاط الكورة النادي الأهلي أخد على عاتقه فكرة تمصير الرياضة، وده نابع لأن النادي الأهلي أنشئ من رجال وطنيين مصريين كانوا بيقفوا ضد الاحتلال في الفترة دي. فطبيعي ان المصريين الوطنيين دول هيحاولوا ان هم يتدخلوا حتى في النشاط الرياضي عشان يرجعوه لايد المصريين تاني. والمواقف اللي هنحكيها في الفيديوهات اللي جايه دي هتبين قد ايه كان موقف النادي الاهلي مؤثر جدا في الفتره دي، قد ايه دور النادي الاهلي كان مؤثر حتى على الرياضه في مصر. نرجع تاني لسنة 1908 نلاقي إن مثلا أول خطوة أخدها عمر لطفي في السنين القليلة اللي قبل وفاته رحمة الله عليه إن هو يشارك ويشجع على إنشاء أندية في محافظات مختلفة في مصر بنفس اسم النادي الأهلي، وده طبعا كان رغبته في توسيع فكرة إنشاء أندية مصرية ونشرها في مصر كلها بنفس الاسم ونفس الهدف. فمثلا في ابريل 1908 تواجد عمر لطفي بيك في افتتاح النادي الاهلي في اسيوط بوجود المدعوين من رؤساء المصالح والاعيان. نفس الشيء اللي حصل في افتتاح برضه نادي الاهلي في المنصوره وافتتاح النادي الاهلي في سوهاج غير مناطق تانية كتيره في مصر. الموضوع ده ما وقفش مع وفاة عمر لطفي بيك رحمة الله عليه، فالأوائل من أعضاء المؤسسين في إنشاء النادي الأهلي نجحوا برضه في إنشاء عشرات الأندية بنفس الفكرة ونفس الاسم وفي أماكن مختلفة في مصر. وأصبح النادي الأهلي هو المكان الأول والوحيد في أغلب الأحيان اللي بيتيح ممارسة الرياضة للمصريين بدون قيود وبدون أي شروط أو تعقيدات أو تمييز. كانت فكرة عمر لطفي بيك في الفترة دي إنشاء أكبر عدد من الأندية المصرية الوطنية اللي بتستهدف كافة طبقات المجتمع وشبابه. مش بس عمر لطفي، كمان شخصيات وإداريين اللي كان ليهم دور في إنشاء النادي الأهلي حتى بعد وفاة عمر لطفي بيك. فتلاقي بعد سنين من وفاته
نفس الفكرة كانت مستمرة في محاولة نشر أندية مصرية بنفس الاسم، اسم النادي الأهلي، وفي كل المحافظات. طيب هل كان دور النادي الأهلي بس في إنشاء أندية؟ الإجابة لأ، فهتلاقي إن النادي الأهلي كان بينظم زيارات في السنين المتتالية لإنشاء الأندية دي اللي بتحمل نفس اسمه كنوع من الدعم، والدعم ده ما كانش دعم مادي بس، كان بيحاول يوفر فرص مشاهدات للفرق المصرية في المحافظات دي بعيدا عن محافظة القاهرة ومحافظة اسكندرية، لأن بالفعل كان في القاهرة واسكندرية كان في فرص للمشاهدة ودعم كمان معنوي، لأن فرق الكورة في الفترة دي كانت محدودة حتى في القاهرة، فتخيل إن الفرق المتاحة في القاهرة واسكندرية عددها قليل، فما بالك بقى في المحافظات التانية. فكان النادي الأهلي بيحاول يقدم لهم كل الدعم المعنوي علشان الفكرة دي تستمر. وطبعا مش هننسى الجزء المادي، لأن في الفترة دي كان أصلا إنشاء الأندية صعب جدا حتى في العاصمة القاهرة أو حتى في اسكندرية، فلك أن تتخيل برضه في المحافظات كان الوضع عامل إزاي. وبسبب المشاكل المالية دي كان بيتم إغلاق أندية كتيرة جدا في مصر بعد إنشائها بفترة قصيرة، من أبرزهم نادي القاهرة اللي أنشأه إبراهيم علام. فكانت زيارة النادي الأهلي كفيلة بجذب بعض المشاهدات للماتشات دي والاستفادة من بيع التذاكر. وطبعا كان انتشار اسم النادي الأهلي في المحافظات بالفكر والهوية اللي كان بيقدمها للناس كفيل إنه يجمع الناس حواليه ويولد جواهم شعور بالانتماء، إن هم بيتجمعوا حوالين نادي أنشئ خصيصا للمصريين. ده غير طبعا ارتباط اسم النادي الأهلي بنادي المدارس العليا اللي خلى اسم النادي الأهلي ليه شعبية كبيرة في الفترة دي وخلى المصريين يلتفوا حواليه. طب السؤال هنا، هل كان فعلا النادي الأهلي مؤثر قبل حتى فكرة البطولات والتنافسية مع الفرق الأخرى؟ النادي الأهلي في السنوات الأولى وبعد الافتتاح الفعلي في 1909 بدأ يعمل مباريات ومسابقات ومنافسات رياضية لطلبة المدارس العليا والموظفين وحتى أعضاء النادي، غير إنه كان بيحاول يطور من ملاعبه وينقل خبراته عن طريق أبنائه لمحافظات مصر. في فترة أصلا ما كانش في أي مسابقات منظمة لأي لعبة غير بس المسابقات اللي كانت منظمة لفرق وأفراد معسكرات الجيش الإنجليزي. فمثلا في 1912 في دورة الألعاب الأولمبية في ستوكهولم كانت اللجنة الأولمبية المصرية مر على إنشائها حوالي سنتين، وطبعا كان منتظر من مصر المشاركة، لكن عشان تعرف الوضع في الفترة دي كان عامل إزاي تلاقي إن عدد أفراد البعثة في أولمبياد 1912 كان شخص واحد وهو أحمد حسنين، عضو الأهلي ورئيسه لاحقا في الأربعينات. أحمد حسنين اللي كان لسه طالب في جامعة أكسفورد وكان مميز جدا في لعبة سلاح الشيش، يعني كان وضع المصريين رياضيا صعب جدا، حتى تمثيلهم في البطولات والمسابقات كان ضعيف جدا. نيجي بقى لموقف مهم جدا في بدايات النادي الأهلي وكان يعتبر أول خطوة لتمصير الكرة المصرية أو أول خطوة حقيقية ياخدها النادي الأهلي ضد الاتحاد المختلط والاحتلال. نمشي بالزمن شوية لسنة 1913 وأول بطولة رسمية لكرة القدم في مصر، وكانت كأس بولوناكي، البطولة اللي كانت تحت رعاية الاتحاد المختلط اللي تم تأسيسه في 1908. بولوناكي كان ممثل مصر في اللجنة الأولمبية وكان عضو مؤسس لأول لجنة أولمبية في مصر وعضو مؤسس للاتحاد الرياضي المختلط، وكان مهتم جدا بنشر الألعاب الرياضية في مصر، فأسس أول بطولة كرة قدم في مصر سنة 1913 وشارك فيها أندية مدنية ومصرية وبعض فرق المدارس. وكان نظام البطولة عبارة عن تصفيات لأندية القاهرة مع بعضها وأندية اسكندرية مع بعضها، وكل مدينة يصعد منها فريق يلعبوا على كأس البطولة. السؤال بقى هنا، فين تواجد النادي الاهلي من البطوله دي وكان ايه موقفه منها؟ النادي الاهلي اللي انشئ لاسباب وطنيه ما قبلش ان هو يشترك في بطوله بينظمها الاتحاد المختلط، لا وكمان كان بيديروا اعضاء الجاليات الاجنبيه في مصر. طيب هل وقف النادي الاهلي عند عدم المشاركه بس؟ نيجي بعد سنه بالظبط من انشاء البطوله، لان النادي الاهلي في 1914 قرر عمل مسابقه مشابهه لفرق المدارس وطلبه المدارس العليا وكمان الاعضاء، بشرط ان يكونوا اعضاء في النادي المشتركين بالنادي، وقرر فتح باب الاشتراك الاستثنائي للطلبه بسعر رمزي جدا في الفتره دي لمده شهر، واللي كان اول مره في تاريخ مصر الكروي ان تحصل بطوله بالشكل ده. ده كمان يتبرع وزير المعارف وقتها اللي كان وفقا للائحه النادي الاهلي هو رئيس الجمعيه العموميه للنادي الاهلي في حاله انعقادها، وهو احمد حشمت باشا، يتبرع بكاس للبطوله ويطلق عليها بطوله كاس حشمت. كمان عزيز عزت باشا اللي كان رئيس النادي الاهلي في الفتره دي قرر عمل بطوله في الالعاب الاخرى زي العاب القوى والتنس والجمباز وغيرها من الالعاب، والتبرع برضه بكاس وميداليات. البطولتين دول جذبوا الانتباه جدا في الفتره دي ونجحوا بشكل ادهش الجميع، لدرجه ان طالب البعض بالحضور على سبيل المشاهده للي ما قدرش يشارك اصلا في البطوله. وافق النادي الاهلي على حضور الاعضاء مجانا وغير الاعضاء بشكل رمزي، وفعلا نجحت البطوله دي وبدا صداها يسمع وبدات الصحف تكتب عنها، النجاح اللي استمر لسنين طويله جدا لحد الثلاثينات، وده اللي اثبت فعلا ان البطوله دي نجحت.
انها ما تلعبش منها سنه او اتنين وبعديها وقفت، لا بالعكس دي استمرت لمده طويله جدا، حتى ان الصحف الانجليزيه ساعتها غطت اخبار البطولات دي. ومع بدايه انطلاق البطولات دي مرورا بالزمن اخذت اهتمام اكتر بكتير من كاس بلوناكي. كان الحدث ده فعلا فريد من نوعه، بطوله ومسابقات رياضيه الاولى من نوعها في مصر، ومعموله اصلا من اجل المصريين وبالمصريين. وطبعا دور النادي الاهلي كان واضح فيها، بدا النادي الاهلي كمان في استضافه المسابقات الرياضيه اللي كان بتنظمها وزاره المعارف، وده اللي زاد من شعبيه النادي الاهلي ككيان وطني التف حوالين المصريين. ومعلومه على الهامش كده ان نادي المختلط كان بيلعب في البطوله دي تحت رعايه الاتحاد المختلط اللي هي كاس بولوناكي، وكمان فاز بالنسخه الثانيه من بطوله الكاس دي. الفتره دي استمرت محاولات النادي الاهلي لسيطره المصريين على البطولات وتنظيم بطولات تحت سلطه المصريين، واضعاف سلطه الاتحاد المختلط على الرياضه المصريه وبالذات في نشاط الكوره. هنمشي بقى بالزمن لقدام شويه تاني، وسنه 1916 واول نسخه من كاس السلطان حسين، البطوله الاشهر واللي استمرت لحد سنه 1938. ومره تانيه رفض النادي الاهلي في المشاركه في البطوله دي، وكانت اسباب النادي الاهلي ان ازاي برضه بطوله تنظيمها وادارتها كامله في ايد الانجليز وما يبقاش في اي اعضاء مصريين في اللجنه اللي بتدير المسابقه. وبرضه رفض النادي الاهلي في الاشتراك في البطوله تكرارا لنفس الواقعه اللي حصلت في 1913 في اول نسخه من كاس بولوناكي. طبعا بعد زياده شعبيه النادي الاهلي في السنين القليله دي كان تاثير عدم مشاركه النادي الاهلي قوي جدا، حتى لو شاركت أندية مصرية تانية ومدنية، فالنادي الأهلي ثابت عند موقفه وإن هو مش هيشارك في بطولات بينظمها الأجانب، حتى لو بالتخلي عن البطولات زي ما شرحت في الفيديو اللي فات. الفترة دي كان النادي الأهلي عنده قناعة إن أنا ممكن مكسبش بطولات أو حتى أشارك فيها أو أتنافس فيها لأجل هدف أسمى وهو تمصير الكرة المصرية وعودة سلطة الرياضة في إيد المصريين. طب هل كان عدم مشاركة النادي الأهلي في البطولة دي ليه تأثير؟ أحب أقول لك إن الكلام ده مذكور في صحف الإنجليز في الفترة دي اللي كانت بتغطي نشاط الرياضة في مصر. فمثلا في الإيجيبشن جازيت كان في مقال عن رفض النادي الاهلي للمشاركه في البطوله، مش بس كده وتأييد الانديه الاخرى ليه ومقاطعتها للبطوله. الصحف اللي كانت بتوصف النادي الاهلي في الفتره دي بانه اكبر نادي في مصر، يعني بعد سنين قليله من بدء النشاط الفعلي في النادي الاهلي مرورا بالزمن في 1916 كان تأثير النادي الاهلي واضح وكبير. كمان في نفس الخبر ذكر ان النادي المختلط شارك في البطوله دي عادي، يعني تاني مره نادي المختلط بيشترك في البطوله والنادي الاهلي بينسحب منها. حاجه تانيه وان الصحف في الفتره دي كانت بتكتب تقارير عن تخوف فشل اقامه البطوله دي في ظل ان النادي الاهلي واغلب الانديه المصريه المؤيده ليه رافضين المشاركه اصلا، في وجود مشاركين من الفرق من معسكرات الجيش الانجليزي وانديه مدنيه زي النادي المختلط. فمثلا في جريده الاهرام في يونيو 1926 اتكلم ابراهيم علام اللي كان صحفي رياضي شهير جدا في الفتره دي وكان سكرتير اول نسخه من البطوله، ذكر ان البطوله ساعتها لم يشارك فيها اي نادي مصري او مدني سوى نادي واحد وهو معروف وهو نادي المختلط. شهاده جت بلسان سكرتير الكوره بنادي المختلط وسكرتير البطوله في نفس الوقت. طب هل كان تأثير انسحاب النادي الأهلي وتضامن الفرق المصرية معاه ليه تأثير واضح وأثر على نظام البطولة؟ الإجابة ببساطة جدا إن مع الوقت بدأ يتم تعديل نظام البطولة وأصبح المصريين والأجانب بيتقاسموا إدارة البطولة، وكل فترة كان بتزيد امتيازات المصريين. فمثلا في تقرير في الإيجيبشن جازيت كان بيتكلم عن أسماء الأفراد اللجنة المنظمة للبطولة دي اللي كان موجود فيها 2 مصريين بس في البداية، مصطفى حسن ممثلا عن النادي المختلط وابراهيم علام سكرتير اللجنه، وباقي الاسماء كلها كانت تابعه لمعسكرات الجيش الانجليزي. لكن في سنه 1919 النظام ده اتعدل وظهر ان في 8 اسماء ممثلين عن معسكرات الجيش الانجليزي و8 بالمثل للانديه المصريه، يعني نسبه 50-50. ومعلومة مهمة جدا إن ممثلين الأندية الأخرى دول كانوا في نفس الوقت أعضاء وإداريين في النادي الأهلي، زي مثلا فكري أباظة ممثل عن النادي العباسية، وبهجت الأرناؤوطي ممثل عن النادي العباسية برضه، وإسماعيل يسري ممثل عن نادي السكة الحديد. يعني كان في 4 من أصل 8 مصريين موجودين في اللجنة دي من أبناء النادي الأهلي، ده طبعا غير شهادة إبراهيم علام في حق النادي الأهلي وإن موقفه ضد الاتحاد المختلط والانسحاب من البطولة دي كان موقف وطني وسامي. كانت دي بداية خطوات النادي الأهلي في إضعاف سيطرة الإنجليز على الرياضة المصرية وبداية لخطوات التمصير، وكانت الخطوات الأولى دي كانت مسمار في نعش الاتحاد المختلط وسيطرته على البطولات. الانسحاب في الفترة دي وعدم المشاركة والتضحية بالبطولات دي كان شرف
لان كان ليه هدف من نادي وطني وهو محاوله تمثيل الكره المصريه، ده غير طبعا دور النادي الاهلي في محاوله تمثيل الاتحادات والالعاب الاخرى. اخر الفيديو بس احب اقول كلمه بسيطه، ان النادي الاهلي دوره الوطني في الفتره دي في ظل وجود احتلال ومحاوله السيطره على الرياضه في مصر كان نابع من دوره الوطني اللي هو اصلا اتاسس عشانه، وعشان كده بنطلق على النادي الاهلي نادي الوطنيه. في الفيديو اللي جاي ان شاء الله هكمل رحله النادي الاهلي في تمثيل الرياضه في مصر، وازاي النادي الاهلي كان بياخد خطوات مرورا بالزمن علشان يرجع سيطره الرياضه على مصر في ايد المصريين، وانشاء اتحاد مصري لكره القدم، وازاي كان في محاولات لاجهاض التمصير، وازاي النادي الاهلي وقف ضدها حتى لو اهدى بطوله للنادي المختلط او سلفه لعيبه عشان يكسب بطوله.